السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى هنعمل احلى صينية فراخ بالبطاطس يا جماعة، هتدوب في البوق. دي الفراخ بتاعتي، انا غسلاها كويس ومنضفاها ومتبلاها، حطيت لها فلفل اسمر وكمون ومرقة. بصوا انا متبله الورك ومتبلاها من تحت الجلد كمان من هنا زي ما انتم شايفين عشان تشرب بالتتبيله. بصوا اهي مغسوله كويس ومتنضفه. بصوا الفلفل والسواد اللي عليها ده فلفل والملح. ودي البطاطس بتاعتي حوالي نص كيلو من البطاطس. ودي البهارات بتاعتي: فلفل، معلقه صغيره من الفلفل، نص معلقه صغيره من الكمون، الملح حسب الرغبه، شويه من البابريكا المدخنه، 2 ورق لوري. انا هحتاج فلفلايه واحده بس عشان الفلفل بتاعي حراق. ودي بصلايه كبيره. ودي الطماطم بتاعتي حوالي 4-5 طماطمات. تمام. ودي بقى الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها. هنزل بالبطاطس الاول وعليها الفلفلايه زي ما قلت لكم. انا اخدت فلفلايه واحده بس عشان الفلفل بتاعها حامي. وده البصل اللي بقطعاه كده ايه حلقات. هنزل بالبهارات بتاعتي اقلبهم على بعضهم. والملح طبعا حسب رغبتك انتي، حسب ما بتحبي. بعد كده بقى ايه هدعكه كله مع بعضه كده عشان يشرب من التتبيله. هنزل بالفراخ واحده واحده. وبعد كده بعصير الطماطم. وشويه من الزيت، بس طبعا انا مش هكتر زيت لان الفراخ بتاعتي بتبقى فيها ايه نسبه دهون. تمام. انا هنا هسوي البطاطس بتاعتي على البوتاجاز، وبعد ما تستوي خالص هدخلها الفرن تاخد وش. تمام. انت زي ما تحبي ممكن تحطيها في الفرن تستوي كلها، وممكن تسيبيها على البوتاجاز تستوي وبعد كده تدخلها تاخد وش. انا على طول كده بعمل الفراخ بتاعتي بسويها على البوتاجاز بعد كده بدخلها تاخد وش، بتطلع بصوا زي الفل. هغطيها بورق فويل وبعد ما تستوي وتنزل ميتها وتنشف الميه بتاعتها اللي هي نزلتها هدخلها الفرن بقى تاخد وش. ايه رايكم بقى في صينيه الفراخ والبطاطس بعد ما طلعت؟ شايفين قمر ازاي؟ قمر ولا الريحه ايه خطيره. يلا نشوفها مع بعض. ايه رايكم بقى يا بنات؟ بصوا هنشوف الفراخ مع بعض. بصوا دايبه ازاي. ولا البطاطس شهي. يلا باي باي.